بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا محمد نجم، وأنت بتتابع كورس الأساسيات من برنامج احتراف التجارة والتسويق الرقمي. أهلا وسهلا بيك. الدرس اللي فات عرفنا يعني إيه هي رحلة العميل، ماشي؟ وعرفنا يعني إيه خريطة رحلة العميل، وعرفنا الفروق بينهم. لكن الأمور كان فيها لبس شوية، فكنا محتاجين مثال عملي الأمور تكون أكتر وضوح. ماشي؟ طيب تعالوا كده نتوكل على الله ونبدأ بالمثال بتاعنا. أنا راجل بجري في الطريق كتير، وبمشي وبسافر وبروح مشاوير كتير، فبحتاج عربيات. فقلت ايه المانع ان انا احمل تطبيق، التطبيق ده بيوفر وسائل نقل ليا عبر الانترنت بطريقه سهله وبسيطه. ماشي. تعالوا كده نمشي مع العميل بتاعنا دوت في كل خطوه هو قام بيها، من اول ما فكر انه ينزل التطبيق على تليفونه لحد ما اشتراه، كل خطوه. ماشي. يلا نبدا. انا واقف وعايز التطبيق، ظهر في دماغي مجموعه من التطبيقات، واحد اتنين تلاته اربعه، ايا كان العدد. تمام. التطبيقات ديت ممكن اكون شفت اعلان ليها على الانترنت، تطبيق منهم شفت له اعلان على الانترنت، تطبيق تاني ممكن اكون سمعت له ريفيو من احد المستخدمين على السوشيال ميديا، تطبيق تالت واحد من المعارف وصى بيه، او قال لي ده تطبيق كويس فانا كمان علم في دماغي، وهكذا. طيب برضو انا كده عايز ابدا اضيق الخيارات عشان اقدر اوصل للتطبيق المناسب ليا. السؤال هنا حلو، هختار ازاي وعلى اي اساس؟ ماشي. طيب قلت والله عشان اختار صح لازم ادخل على المواقع بتاعتهم او السوشيال ميديا، الويب سايت او السوشيال ميديا بتاعتهم. دخلت على المواقع، ابتديت اشوف التقييمات، ابتديت اشوف الريفيوهات بتاعت العملاء. تمام. في النهايه لقيت ان في اتنين من التطبيقات اللي في دماغي، المجموعه الكبيره من التطبيقات اللي في دماغي فيها كل الصفات اللي انا محتاجها. ماشي. برضو المشكله لسه موجوده، انا عايز تطبيق واحد بس. السؤال هنا بقى، هقدر افاضل بينهم ازاي؟ ايه الاسس اللي انا عليها هختار التطبيق س او صاد؟ ماشي. طيب قلت والله انا هدخل هختار اللي متصدر النتائج، اللي واخد عدد نجوم اكتر، اللي التقييمات بتاعته التقييمات الايجابيه اكتر، اللي الريفيوهات بتاعته اكتر. تمام. عنده فتره تجريبيه اكتر، الدعم الفني بتاعه اسرع. حددت التطبيق س، حملت التطبيق، بدات استخدم التطبيق، لقيت ان في مشكله تشغيليه، على طول جريت على التعليقات، لقيت الكل بيقول ان دي مشكله بسيطه جدا وبتحصل باستمرار، ما تقلقش، بس تواصل مع الدعم الفني وهم هيحلوا المشكله بتاعتك. تمام. ده وصلت مع الدعم الفني، حلوا لي المشكله ومشوا معايا خطوه بخطوه. هنا انا بقيت راضي ومبسوط جدا، حاسس ان التطبيق يستاهل التحميل واني ما اندحكش عليا في تحميل التطبيق. ماشي. حملت التطبيق، الفترة التجريبية قبل ما تخلص وصلني ميل من الشركة بيقول إن النسخة البرو في التطبيق فيها مميزات أكبر وأعلى. ابتدى يجي في دماغي شريط المواقف اللي حصلت مع الشركة حصل معاها مشكلة، الدعم الفني رد عليا بسرعة، فضلوا معايا خطوة بخطوة لحد ما حلوا المشكلة، والكلام ده في النسخة المجانية. يبقى في النسخة البرو المدفوعة هيعملوا إيه؟ هيبقى مميزات أكتر بكتير. طب ما أجرب النسخة البرو، وقررت ان انا هشتري النسخه دي. لحد كده الامور تمام. انا هنا اصبحت عميل للشركه، لكن خد بالك، ممكن اكون مبسوط لكن هجرب الخدمه وبعدها هقرر هشتري، هتعامل معاهم بصفه دايمه ولا لا. ليه؟ لاحظوا الحوار اللي موجود قدامكم بيقول ايه. واخد بالك، ممكن الشركه دي تكون بتعمل حركات لحد ما تدبسني في الشراء، وبعدين ما حدش يقول لي انت فين. ماشي. توضيح بسيط بقى، أي تفاعل من العميل مع العلامة التجارية بتاعتك بنطلق عليه نقطة اتصال. أي تفاعل مهما كان، يعني إيه؟ العميل لما قام بالبحث عنك دي اسمها نقطة اتصال، دخل قرأ الريفي، شاف الريفيوهات، برضه نقطة اتصال، راجع التقييمات، دي نقطة اتصال تالتة، التواصل بتاعه مع الدعم الفني نقطة اتصال رابعة، الميل اللي انت بعته، وهكذا. يبقى كل ما سبق بنطلق عليه ايه؟ نقطة اتصال. ركز في المعنى ده واحفظه في دماغك كويس عشان هنحتاجه كتير. ماشي يا سيدي. طيب تعالوا كده بقى قبل ما نكمل نعكس الامور. لو انت حملت التطبيق، انا قلت التطبيق س هحمله، لقيت في مشكلة تشغيلية،
تواصلت مع الدعم، محدش رد عليا. مرة تانية برضو محدش رد، وتالتة فين في الآخر خالص ردوا عليا، بس قالوا لي مجرد كلام ملوش أي لازمة، مفيش أي حل، وكمان أسلوبهم كان وحش جدا في التعامل معايا. أنت كعميل بقى في الموقف ده رد فعلك هيكون شكله إيه؟ الريفيوهات اللي أنت هتعملها على السوشيال ميديا شكلها هيكون إيه؟ التقييمات اللي أنت هتديها للتطبيق على جوجل هيكون شكلها إزاي؟ شفتوا هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك ده أنا هعمل لهم تقييمات يعني ما يعلم بها إلا ربنا. فخد بالك اي تجربة سيئة مع العميل خلال رحلته معاك ومع البراند بتاعك ملهاش الا معنى واحد بس: هروب العميل. وخد بالك الهروب هنا معناه عدم العودة مرة تانية نهائيا. فمن مصلحتك كمسوق رقمي محترف انك تساعد عميلك على انه يحصل على كل المعلومات اللي هو عايزها، ويلاقي اجابات لكل الاسئلة اللي هو ايه اللي في دماغه، علشان تضمن انك تمشي مع عميلك خطوة بخطوة في مسار التسويق بتاعك. اتفقنا؟ طيب المفروض دلوقتي بقى انت راجل مسوق رقمي محترف، فعملت سيرش واخد بالك على العميل المثالي بتاعك اللي هو بنطلق عليه البيرسونا. اتفقنا؟ عرفت الاماكن اللي هو بيبقى موجود فيها، ومنها هتعرف نقاط الاتصال اللي بتتناسب مع عميلك، وبالتالي هتقدر تعمل خريطة لرحلته معاك. ما تقلقش، ممكن الكلام بالنسبة لك يكون معقد وتقيل قوي، بس صدقني والله وقت ما تبدأ في الاكتيفيتي ووقت النشاطات اللي انت هتاخدها هتلاقي الكلام ده في منتهى البساطة. يعني النشاطات العمل اللي هتاخدها أمثلة حقيقية، هتلاقي الكلام ده كله بسيط جدا. ماشي. طيب احنا شفنا مثال عملي على رحلة العميل بتاعنا، وعرفنا رحلة العميل دي بيكون شكلها ازاي. طيب احنا دلوقتي تخيلنا تخيل مبدئي، خد بالك من الكلام اللي بقوله، تخيل مبدئي لرحلة العميل. طب خريطة رحلة العميل دي هل شكلها زي رحلة العميل ولا في اختلاف بينهم؟ هنعرف دلوقتي. بص يا سيدي، خريطة رحلة العميل هي تصور عن كل نقاط الاتصال اللي من الممكن يواجهها العميل طول رحلته معاك ومع البراند بتاعك. دخل عمل سيرش، دي نقطة اتصال. الدعم الفني اتصال، نقطة اتصال برضو. حلو. الميل اللي انت بعته له نقطة اتصال. يبقى الخريطة ديت عبارة عن ايه؟ هي تصور لكل نقط الاتصال اللي احنا قلناها. برضو يعني ايه الكلام ده؟ ماشي يا سيدي. تعالوا كده معايا نفتكر اللي فات. عملنا عمل بحث، وبعدين تاني خطوة دخل شاف المراجعات، تالت خطوة نزل التطبيق التجريبي، رابع خطوة تواصل مع الدعم، اموره كلها تمام. صح؟ حس ان هو ما انضحكش عليه وانه فعلا تطبيق محترم ويستاهل، اشترى النسخة البرو. يبقى كده عميلك دخل معاك للاجراء، مرحله الاجراء اللي انت عايزها من مسار التسويق بتاعك. بس خد بالك هو لسه ما وصلش لمرحله الولاء. طيب خدوا بالكم في برضو عايز اوضحها. من المستحيل ان في مسوق فاهم يقول لك ان انا هقدر اعرف العميل بتاعي الطريق اللي هيمشي فيه واحد اتنين تلاته اربعه. مستحيل، ما بتحصلش. وخريطة رحلة العميل دي مش هتخليك تتنبأ بالمستقبل. يعني خد بالك العميل دوت دخل من السيرش دخل على الريفيو، ومن الريفيو على السوشيال، الكلام ده لا. هي بتساعدك على انك تعرف كيفية وسبب تفاعل العملاء مع البراند بتاعك. ماشي. طيب نفترض ان الامور مش واضحة معاك. بص يا سيدي، لما تعرف عميلك لقاك ازاي، وعميلك ايه هي الطريقه اللي اتعرف عليك بيها، هتفرق كتير. مثال: والله انا وجدت ان نسبه كبيره جدا جدا من العملاء اللي حملوا التطبيق بتاعي وصلوا لي عن طريق السيرش ريزولت اللي هي الشغل الاورجانيك على جوجل. يبقى معنى كده ان انا لازم اهتم قوي بالمحتوى المجاني اللي بقدمه للناس دي. ماشي. طيب انت كده عرفت عميلك وصل لك ازاي. طب لما تعرف ايه هي المشكله اللي بيعاني منها، والله العميل بتاعي ما عندوش صبر، عايز عربيه سريعه نظيفه وسعرها كويس تخليه يقضي المشاوير بتاعته. كده انت عرفت المشكله. لازم بقى تعرف ازاي هتقدر تحل المشكله دي. لو عرفت اجابات كل الاسئله اللي احنا قلناها ديت هتقدر تصمم تجربه ناجحه لعميلك. خد بالك، تجربه ناجحه لعميلك ليها معنى واحد بس: نجاح ليك كمسوق. والعكس صحيح تماما. تمام. ان شاء الله احنا دلوقتي خدنا مثال
بسيط وكله احنا بنأسس، انا بوضح تاني احنا بنأسس. ماشي. ان شاء الله هتعرف ازاي تشتغل على خريطة رحلة العميل دي بالتوازي مع مسار التسويق. ماشي، عشان تمشي مع العميل المثالي بتاعك خطوة بخطوة في كل مراحل التسويق لحد ما يوصل لمرحلة الولاء النهائية. ماشي. يعني متهيألي كده كفاية عشان الدرس يكون خفيف ما يكونش تقيل عليك، بس ليه رجاء شوف الدرس مرة واثنين وثلاثة، في معلومات هتكون بين السطور انت ما ركزتش فيها، كل مرة هتسمع الدرس هتظهر لك معلومة اكتر. اتفقنا؟ وان شاء الله بإذن الله اشوفكم على خير الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.